عارف كمان من اكتر العيانين اللي بقابلهم عيانين الكشك. ايه عيان الكشك ده؟ عيان مصطلح الكشك عجيب. انا بسميه عيان الكشك او الكشك سندروم. ده ببساطه واحد عايز يخس ويجي يحلف ويقول انا ما باكلش خالص، ده انا ما باكلش رز، انا ما باكلش عيش، على اساس ان هو متخيل ان الاكل بتاع البيت هو بس اللي هيتخنه. لما تيجي تسمع بقى هو بياكل ايه، هو مقضيها طول اليوم في الكشك، اكياس بطاطس، بسكوتات الشوفان، رقائق الشوفان، اي حاجه موجوده في الكشك هو عايش عليها، عصاير ويتقال عليها عصاير من غير سكر، فتلاقيه بيستهلكها بكميات كبيره جدا جدا وعشان كده بيتخن. انت عارف المشكله انه اغلب حياتنا دلوقتي بقى البني ادم لازم يقضي وقت طويل قوي بره البيت للاسف، فالموضوع صعب يعني حقيقي. واحنا للاسف ما عندناش بدائل صحيه في الكشك كلها كيس. وحتى البدائل الصحيه اللي ممكن نجيبها غالبا بتبقى غاليه ومش كل الناس بتقدر تشتري بالظبط. مكسرات او بروتين بارز او حاجات من دي، فلازم نلاقي لهم حل. وبرضه ستيل البروتين بارز حاسس انها خدعه، مش كل الانواع فعلا. بالظبط، في يعني انواع هتبص على بروتين بار هو مش بروتين، هو بالاسم بروتين او بروتين بافس، هو مش بروتين بالظبط، هو اساسه نشويات ودهون، هو في سنه بروتين صغيره. ما هم برضو للاسف الشركات بتاعت الاغذيه دي بيعملوا شويه تريكات كده عشان يبيعوا بيها، يبيع لك كلمه شوفان، كلمه بروتين، خالي من السكر، سعرات حراريه قليله، بالزبط. كلمات المريض يا عيني بيشتري الحاجه دي وهو مش متخيل ان هو ده اللي هيتخنه، وممكن ما يقولكش عليها في العياده لان هو متخيل ان هي تمام. صح. انا مغسول من جوه اول ما قريت كلمه بروتين. بالظبط كده، ضمير ارتاح. المشكله بقى ان هو مش قادر يفهم ان تحديدا المشكله دي اي مريض سمنه او اغلب مرضى السمنه بسبب زياده الدهون عندهم بيبقى عندهم مقاومه انسولين. فكلمه مقاومه انسولين دي معناها ان جسمه مش قادر يتعامل مع كميه النشويات اللي بياخدها بطريقه عاديه، فلما بيشتري المنتجات دي مقاومه الانسولين بتزيد، فالجسم طول الوقت بيبقى داخل في مود تخزين دهون، فيبقى هو نفسه مستغرب يقول لك انا ما باخدش سعرات حراريه كتيره ورغم كده وزني ما بينقصش وبطني عماله تزيد وعماله اتخن، هو ايه الحكايه او ايه السبب؟ الفكره ان كل الحاجات اللي في الكشك هتبقى نشويات، سكريات بسيطه، فبتعلي سكر الدم بسرعه، فبتعلي كمان الانسولين، والانسولين ما بيعرفش يدخل الجلوكوز جوه الخلايا عشان تتحرق وتستخدم كطاقه، فبالتالي بيخش في دايره كده ملهاش نهايه. هو عمال يلقط من الكشك، يتخن زياده، قوه الانسولين تزيد زياده، يجوع زياده ويبقى عنده نهم بالسكريات والحلويات، فيجيب تاني من الكشك وهلم جرب ويفضل يلف. بالظبط. عشان كده دايما بنصحهم انت قدامك اوبشن من الاثنين، لو انت نازل وعارف ان يومك طويل يا اما يبقى معاك معلقه وما تتكسفش ان هي تبقى موجوده في شنطتك او في شنطتك، وممكن تجيب بيها، تجيب علبه زبادي، تجيب علبه فول من اي سوبر ماركت، تجيب قطعه جبنه قريش تاكلها، اي حاجه يبقى فعلا محتواها من البروتين عالي تشبعك وتديك احساس بالشبع مده طويله وتبقى سعراتها محسوبه. لان لازم دايما مريض السمنه ومريض مقاومه الانسولين يخلي باله من كميه النشويات اللي في اكله، لان هو لازم يبقى نظام منخفض في السعرات وكمان منخفض في النشويات. عارف، دايما بقول للعيانين بتوعي كده تعالى نأمن انك افطر قبل ما تنزل، صح، عشان نخلص من وجبه صح ضامنينها في البيت، ولو وقتك ما تتاخرش قوي لغايه بالليل امن برضو الوجبه الرئيسيه تبقى في البيت، فيبقى على الاقل انا ضمنت مسكت في ايدي اول واخر اليوم مظبوطين، وجبتين مظبوطين بالظبط. في النص تعالى بقى ناخد معانا حاجات، يعني زي ما قلت مثلا معلقه، تمام، لانش بوكس، يبقى ده شاطر قوي، ده كده مجتهد، ده كده طالب المجتهد، عيان مجتهد يعني. لكن ممكن اخد كمان معايا شويه فاكهه، ممكن مكسرات مش غاليه زي السوداني، فول سوداني مثلا هيبقى لطيف برضه، فشار لو من البيت، لان برضه لو اللي في اكياس هيبقى فيه مواد حافظه وحاجات مش لطيفه وملح كتير، بالظبط. فهيبقى عندي اوبشنز ممكن اخدها وتبقى سناكس صحيه تقضيني في وسط النهار، وامنت وجبتين فيهم بروتين كويس وفي نفس الوقت يساعدوني ان انا اكمل يومي. متفق معاك جدا. كمان بنصحهم بالمكملات الغذائيه اللي فيها الجارسينيا والكروميوم. الجارسينيا هيشبعهم مده طويله، والكروميوم من الحاجات اللي بتحسن بكفاءه مقاومه الانسولين، فبالتالي لما هنحسن من مقاومه الانسولين جسمه هيقدر يحرق بشكل افضل فيخس بشكل افضل. ويبقى هنا السؤال اللي دايما العيانين بيسالوه لنا، الموضوع سعرات ولا اصناف؟ مستنيين تجاوبون.